جبدتي لي لساني هاد تعويضات السي الازامي، هادشي اللي تقال على الخازن المملكه وعلى وزير الماليه السابق، اشنو قصتو زعما؟ ماشي حتى اللي وراه خرج، شكون اللي سرب ديك الوثيقه؟ لا شوف، هذه اولا مساله خطيره تقول انا سربته. لا واش ماشي انت؟ لا شوف، احنا غادي نقولها لانه دابا الامر يستدعي. نحن رجال دوله وناس ديال الدوله وديال المعقول بمعنى الكلمه، وبالتالي هذا التصرف هذا، انا راني خدمت في الاداره قبل لا نكون وزير، خدمت تقريبا 13 عام، وكان من بين يدي الملفات الحساسه واللي هي اكثر حساسيه من هذوك الجوج اوراق اللي خرجوا، ما عمرهم خرجوا. والحزب ما عمره كان تيطالبني بهذه المساله. هذا الحزب هذا ما عمره تبنى على انه يدبر على ورقات ولا يخرج ورقات على الشريات، ما عمره تبنى على هذا الشيء. والحزب ديالي ما عمره رباني على هذه المساله، وما عمره طلب مني هذه المساله، ولم يطلبها من اي من الناس اللي هما كاينين في الادارات هذيك، لان هذا الحزب انطلق من مبادئ وتيبني على اراء وعلى افكار، لان ديك الورقات ما تيبنيوش راي ولا فكره. وبالتالي هذا الامر هذا لا علاقه لي به. وكيف ما قلت سابقا، احنا ما جيناش اولا من منطلق رجاله الدوله، ما جيناش باش نقلبوا في الكراطن ديال الناس، وبالتالي لا علاقة لنا بالأوراق. مثلا الآن ديك التعويضات، أنا مرة أخرى تنقول من المنطلق ديال المسؤولية وديال التقدير السياسي، اعتبرت مرة أخرى. قال لي الأستاذ الغزيوي دابا عاد قال لك ودي واش ديك 7 واش ديك 5 مليون و700 ماشي بزاف عليكم. اعتبرت من المنطق ديال التقدير السياسي والمسؤولية السياسية أنني ما عنديش الحق باش ناخذ ديك التعويضات. هذيك التعويضات جاري بها العمل في الوزارة من زمان في الجانب ديال الموظفين. الجانب السياسي، هذاك التقدير السياسي ويتحمله عبئه من قدر سياسيا انه ياخذ ولا ما ياخذش. للموظفين هذاك حقهم، موظفين في الدول ديال العالم كله، وزاره الماليه توزع هذيك العلاوات، لان هذوك الناس تيسهروا على المال ديال الدول وعلى التحصين، والوزارات الاخرى كذلك لها علاواتها ولها تعويضاتها. في الجانب ديال الموظفين، انا من هذه القضيه الراس ديالي هاني ان الموظفين لهم هذوك التعويضات قانونية. الجانب السياسي لكل له تقديره السياسي ولكل له قراءته السياسي. حنا من جانبنا قدرنا سياسيا واخلاقيا امام الشعب، ومره اخرى بهذه القراءه اللي تكلم عليها سابقا الاخ الكريم، ان ما عندناش الحق باش نوصلوا لذاك الشيء. شحال كان ممكن تاخذ؟ في التالي يعني استعفنا على ذاك يعني لو كان ما استعفيتيش على ذاك الشيء، شحال كان ممكن تدخل في جيب الخير والبركه؟ الخير والبركه ما يفوت بجوج. هذا الشيء اللي قلت لكم، الاجر الاصلي ما يفوق بجوج حتى لجوج يعني وكذا ديال 13 مليون هكاك زايده في الشهر. الله اكبر، انسان وزير ماليه ولا صحفي في هذا الوقت.